عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير ان شاء الله. النهاردة هنعمل لكم فرخة مشوية، فرخة كاملة كده على بعضها مش متقطعة يعني. فعلشان نعمل الفرخة دي لازم تتبل، فانا بتبلها قبليها بيوم مثلا. ممكن لو انت ما عندكيش وقت عايزة تتبليها في نفس اليوم، تتبليها قبليها بساعة او بساعتين عادي مفيش مشكلة. فانا مجهزة التتبيلة على طول عشان ايه وقت الفيديو. جايبه بصله ضربها في الكبه، وحط عليها ملح وفلفل ودعكاها بالملح والفلفل. هنحط بقى طبعا الفرخه المفروض ان هي ايه نورقها كده بين الجلد وبين اللحم وايه، وعلشان نتبلها وتاخد طعم التتبيله في جسمها كله يعني. وهنحط برضو في القلب ايه التتبيله. فهنتبلها بقى ايه ونرجع لكم تاني. دلوقتي بقى يا حبايبي انا تبلتها بين الجلد وبين اللحم ومن جوه، وحته الرقبه دي برضو تبلتها. فدلوقتي بقى ايه انا عندي حبه البصل اللي انا حاطاه فيهم ملح ودعكاهم بملح وفلفل. هدخلهم بقى في قلب الفرخه كده. دول بقى انا تبلت طبعا الفرخه بقى يا جماعه من بالليل للصبح. وبعدين دلوقتي حطيت البصل في قلبها اللي انا حشيته بيها، وهنعلقها بقى في السيخ بتاع الفرن علشان يلف بيها، وهنقيد عليها من فوق ومن تحت. وهنحطها بقى على ايه على درجة حرارة الاول عالية، عبال ما تسخن كده وتاخد وتدي على مثلا 250. وبعدين ننزل بقى على درجة حرارة 200 لغاية ما الفرخة تحمر خالص. اول ما تحمر خالص وتاخد وش محمر جدا، ونحس ان هي احمرت من كل النواحي، هي تكون كده استوت. وممكن بقى ايه علشان تطمني ان هي استوت تدخلي خل فيها في صدرها كده. لو دخلت بسهولة وطلعت يبقى كده الفرخة استوت خلاص. فدلوقتي بقى ايه هندخلها الفرن ونوريها لكم بعد ما ندخلها الفرن ان شاء الله. ده شكل الفرخة بقى يا حبايبي بعد ما خلصت. بصراحة شكلها خطير وريحتها فظيعة جميلة جدا جدا، والله لو جربتوها مش هتندموا أبدا أبدا أبدا. جربوها بقى وقولوا لي يا ريت رأيكم في الكومنتات و... ولايك وشير بقى واشتراك في القناة. ونشوفكم على خير في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.